في موسم 2022-23 الوداد الرياضي كيعلن على اصابه رضا التشغناوتي مع المنتخب الوطني في تدريبات المنتخب لمواجهه المنتخب البرازيلي، وتشخيص الاصابه جاء على الشكل التالي: تم مزق عضله الغضروف في الركبه، والامر كان كيستدعي القيام بعمليه جراحيه مما يعني انتهاء الموسم رسميا لرضا التشغناوتي. اصبح الوداد الرياضي مرغم للبحث عن بديل للتشغناوتي في الميركاتو الشتوي، والاداره التقنيه للنادي كتوضع اختيارها على الحارس يوسف مطيع، حارس مرمى شباب المحمديه. التألق اللي بين عليه مطيع مع نادي الاتحاد البيضاوي في كأس العرش كونتر حسنية أكادير، وخليني نقول لك بلي مطيع كان ركيزه اساسيه في فوز الطاس بلقب كأس العرش في الفينال، والاداء اللي بين عليه كان عامل اساسي في جلب الحارس للوداد الرياضي. ومع اولى المباريات مطيع قدم اداء ممتاز في حمايه مرمى الفريق، وكان كذلك العامل الرئيسي في تأهل الوداد الرياضي للدور الموالي مسابقة كأس العرش كونتر اتحاد طنجة في التصدي ركلات الجزاء. ومجددا كيأهل الوداد الرياضي لدور النصف النهائي مسابقة الشامبيونز ليغ كونتر سيمبا التنزاني عبر التصدي العديد من ركلات الترجيح في دور الربع النهائي من قلب دونور تحت قيادة غاريدو. ومع رحيل تشغناوتي في الموسم الموالي أصبح مطيع هو الحارس الأوحد للنادي الأحمر دون أي منافسة من البديل. غياب البديل في الصراحة كان له الوقع السلبي على أداء مطيع، حيث صبح الأداء ديالو في موسم 2024 أكثر سلبية بالتوازي مع تراخي وخذلان العديد من اللاعبين في ذاك الموسم. كيجي الموسم الحالي ومع قدوم إدارة جديدة برئاسة أيتمنى ومدرب جديد من جنوب إفريقيا رولاني موكوينا، الفريق عرف تغيير جذري، رحيل معظم جيل نهائي الشامبيونز ليغ 2023 وفينال السوبر ليغ، مع بقاء الحارس مطيع اللي مجددا خدا فرصة المنافسة على حراسة مرمى الوداد الرياضي. لكن رحيل مفتاح للنادي البركاني عاود عطانا نسخة باهتة من أداء مطيع هذا الموسم. وماتش الوداد الرياضي كونتر الجيش الملكي في الجولة 13 من البطولة الوطنية كان السبب في جلب سخط جماهيري كبير على الأداء ديال مطيع. وكيفاش كان هو السبب الرئيسي في ضياع نقطتين من الماتش، كانت تخلي الوداد متفوقة تنقيطيا في سبورة ترتيب البطولة. وكردة فعل من إدارة النادي الأحمر قررت الإدارة التقنية جلب حارس منافس لعلي الوداد في الميركاتو الشتوي باش تجنب الوقوع في خطأ الموسم الماضي في عدم وجود تنافسي على مرمى الوداد. وكان الاختيار على بن عبيد حارس مرمى نادي الجيش الملكي، وفي خطوة مفاجئة من الإدارة التقنية كتخلص الشرط الجزائي للحارس، وكيصبح رسميا بن عبيد حارس بنادي الوداد الرياضي. بن عبيد من الماتش الاول ليه بعد استقدامه من الجيش الملكي كيقدم اداء ممتاز كونتر حسنية اكادير، عطى مؤشرات ايجابيه في تطبيق فلسفه لاعب موكوينا في التحول للاعب دفاع ثالث في كل عمليه بناء من الخلف. وهذه الخاصيه كان في كيفتقدها الوداد مع مطيع اللي كان معروف بزاف بتشتيت الكره عشوائيا. والتطبيق المثالي بالتقدم الكره بن عبيد اهله باش يتحصل على تنقيط عالي في مباراته الاولى كونتر حسنية اكادير. مباشره من بعد الماتش بن عبيد لقى استحسان كبير من طرف الجمهور. وهنا كيجي السؤال: واش الاداء اللي بين عليه بن عبيد في مباراته الاولى غيخليه يقدم الافضل، ولا فقط غير هي مفاجاه البدايات اللي كتكون مستحسنه؟ واش مازال مطيع غيجتهد اكثر في استغلال المنافسه لصالحه؟ ناقشوا معنا ارائكم في التعليقات حيت كيهمني بزاف الراي ديالكم. ما تنساوش كذلك لايك والاشتراك بالقناه. ديما وداد ونشوفكم الحلقه الماجيه.